تخيل نفسك ماشي في الشارع وباصص لفوق، شايف السما مليانة سحاب أبيض زي القطن. شكله هادي وناعم وخفيف، كأنه ما فيهوش أي حاجة. وساعتها لو سألت أي حد من اللي ماشيين معاك، يا ترى السحاب ده وزنه قد إيه؟ معظمهم هيقولك ده ولا حاجة، مجرد بخار مية أو كرة قطنية طايرة في السما. لكن الحقيقة العلمية غير كده تماما. الحقيقة إن السحابة اللي شايفها دي، اللي شكلها بريء وهادي، ممكن يكون وزنها 500,000 طن. يعني تخيل إنك شايف جبل كامل طاير فوق دماغك وإنت ولا واخد بالك، وكمان ماشي مطمن ومش قلقان إنها تقع عليك في أي لحظة. طيب إزاي ده بيحصل؟ إزاي كتلة رهيبة زي دي معلقة في السما من غير ما تهبط؟ وليه طول الوقت بنشوفها كأنها خفيفة أكتر من الريشة؟ لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ من الشمس. الشمس هي الماكينة الكبيرة اللي مش بس بتنور وتدي حرارة، ده كمان هي اللي بتصنع السحاب نفسه. الحرارة بتسخن سطح الأرض، والمية اللي في البحار والأنهار والترع والبحيرات، وحتى المية اللي في التربة بتتبخر وتطلع لفوق. البخار ده بيبقى غير مرئي، يعني انت مش بتشوفه وهو طالع. ولما بيطلع البخار ده ويقابل طبقة أبرد في السماء، يبدأ يتحول لقطرات صغيرة جدا من المية. القطرات دي صغيرة جدا لدرجة إنك لو جمعت مئات منها، يمكن يدوك نقطة واحدة بس من المية اللي ممكن تقع على إيدك وتشوفها. ومع تراكم القطرات الصغيرة دي بجانب بعضها، يتكون السحاب، وبيبان لينا كأنه جسم واحد كبير. لكن هو في الحقيقة عبارة عن مليارات من القطرات الصغيرة جدا المتفرقة في مساحات ضخمة. طيب إزاي بقى السحابة دي مش بتنزل؟ المفروض إن المية ليها وزن، والجاذبية الأرضية بتشد كل حاجة لتحت، حتى الدخان بينزل في الآخر. لكن السر هنا إن القطرات صغيرة جدا وخفيفة جدا، لدرجة إن الهواء نفسه قادر يشيلها. ولما تيارات الهواء الصاعدة تفضل ترفعها لفوق، يبقى كأنها بتطفو، زي التراب لما الهواء يطيره. التراب في حد ذاته تقيل، لكن لما يتفتت لحبات صغيرة جدا ويطير في مساحة واسعة، تحس إنه ماشي كأنه ولا حاجة. والسحاب بالظبط كده، مليارات الحبات الصغيرة جدا اللي اتوزعت في مساحة واسعة، والهواء اللي طالع لفوق ماسكها ومعلقها. لو بصيت للموضوع من زاوية تانية، هتلاقي إن اللي بيحصل فوق دماغك مش مجرد منظر عشوائي، ده حرب متواصلة بين قوتين: الجاذبية اللي بتحاول تشد القطرات لتحت، والتيارات الهوائية اللي طالعة لفوق بتحاول تشيلها. والمعركة دي ساعات بتخلص بتوازن، وساعات السحابة بتفضل واقفة مكانها كأنها مستقرة وهادية، وساعات التيارات الهوائية بتكسب وتلاقي السحاب بيكبر ويتمدد. وساعات الجاذبية تكسب، ولما القطرات تكبر وتتجمع ويبقى وزنها تقيل على التيارات الهوائية، ساعتها يحصل المطر وينزل. يعني ببساطة اللي احنا شايفينه فوق ده مش حاجة سايبة كده، ده نظام دقيق جدا قائم على توازن رهيب. تخيل لو السحاب قرر في لحظة إنه يسيب كل اللي جواه وينزل مرة واحدة. لو سحابة وزنها 500 ألف طن نزلت على مدينة، مش هينزل مطر عادي، ده هيبقى كأنه 100 قنبلة عملاقة انفجرت، والمدينة كلها ممكن تغرق أو تنهار في ثانية. لكن ربنا صمم الطبيعة بشكل متوازن، يخلي السحاب ينزل نقطة نقطة ببطء علشان ينفعنا ويسقينا من غير ما يدمرنا. وده في حد ذاته سر من أسرار عظمة الخلق، إن الشيء اللي وزنه مهول بالشكل ده بيتحول في الآخر لمطر رقيق. طيب تعرف إن في أنواع سحاب ضخمة أكتر من اللي أنت بتشوفها العادية؟ في حاجة اسمها السحب الرقامية المزنية، ودي بتكون زي الجبال العملاقة في السماء، ارتفاعها ممكن يوصل ل 15 كيلو، ووزنها يوصل لمليار طن من المية. تخيل الرقم، مليار طن معلق فوق دماغك، ومع ذلك مش واقع. ليه؟ لأن نفس الفكرة شغالة، القطرات صغيرة وموزعة والهوا شايلها، والنتيجة إنها تفضل عايشة في السماء ساعات وأيام. السحاب كمان مش بس بيخدعنا في الوزن، ده بيخدعنا في الشكل. يعني ممكن تبص عليه ساكن،
لكن في الحقيقة جواه حركة رهيبة، تيارات طالعة ونازلة وقطرات بتتصادم وتتجمع وتتفرق، وفي حياة كاملة بتحصل وانت مش واخد بالك، كأن السحاب كوكب صغير طاير فوقنا. ولما تيجي تفكر بشكل أعمق هتسأل نفسك سؤال: ليه السحاب لازم يتكون فوق؟ ليه ما ينفعش يبقى قريب من الأرض؟ السبب إن تكوين السحاب محتاج فرق حرارة، بخار يطلع يقابل برودة، يعني لازم يكون في طبقة أبرد من اللي تحت علشان يحصل التكثف، وبالتالي السحاب ما ينفعش يعيش تحت، مكانه دايما في السماء. والسحاب مش بس بيأثر على المطر، ده كمان ليه دور في درجة حرارة الأرض كلها. يعني السحاب ده لو زاد بيحجب أشعة الشمس ويخلي الأرض أبرد، ولو قل يخلي الحرارة تدخل أكتر. يعني هو مش بس منظر، ده عامل توازن مناخي، وأي خلل في توزيعه ممكن يغير شكل الطقس كله. لكن خليني أرجع للسؤال اللي بدأنا بيه: ليه السحاب ما بيوقعش علينا؟ الإجابة ببساطة علشان هو مش كتلة واحدة، هو مليارات القطرات الدقيقة اللي خفيفة جدا متوزعة بشكل واسع جدا، والتيارات الهوائية بتفضل شايلاها، والنتيجة إنك بتشوف جبل كامل في السماء وهو في الحقيقة طاير كأنه ماشي على الهواء. ولو فكرت فيها من زاوية فلسفية هتلاقي إن السحاب رسالة إن مش كل حاجة نشوفها خفيفة تبقى فعلا خفيفة، ومش كل حاجة تقيلة تبقى لازم تأذي. في أحيانا كتير الجمال والرحمة بيجوا من حاجات شكلها مخيف، ولو اتغيرت طريقة نزول المطر كانت الحياة على الأرض انتهت من زمان. عارف لما تفضل باصص للسحاب ساعات وتلاقي نفسك بتسرح في أشكاله، مرة تشوفه حصان، ومرة تشوفه قلعة، ومرة تشوفه وش. هو في الحقيقة بيورينا إن الجمال أحيانا بيتكون من حاجات بسيطة جدا متجمعة مع بعض، قطرات صغيرة جدا لكن مع بعض بقت لوحة ربانية. والأغرب بقى إن في أماكن في العالم الناس بتتعامل مع السحاب كأنه كائن حي. في أساطير قديمة كانوا بيقولوا إن السحاب أرواح أو رسائل من السماء، وده طبيعي جدا لأن اللي بيشوف الكتلة الرهيبة دي ماشية ببطء ويحس إنها مش مجرد مية، هي أكتر من كده، هي سر من أسرار الحياة نفسها. ولو سألت نفسك في الآخر هو إيه اللي يمنع إن كل حاجة تنهار، هتلاقي إن التوازن هو اللي بيخلي السحاب يعيش فوقنا من غير ما يفرمنا. والتوازن ده لو اختل للحظة كان شكل العالم اتغير تماما. وده يخلينا نفكر إن وجودنا نفسه قائم على خيوط دقيقة من التوازن، لو اتغيرت حياتنا كلها هتنهار. لو عجبك الكلام واستفدت أو حتى حسيت إنك بصيت للسحاب بنظرة مختلفة، ما تبخلش علينا بكلمة حلوة في التعليقات، واعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وخليك دايما فاكر إن وعيك ممكن يتفتح بحاجات بسيطة جدا حوالينا، بس محتاج تبصلها من زاوية تانية.